يستبعد نهائيا من البطولة. 2. يعتبر خاسرا بنتيجة 3-0. نشهد مأساة يصعب وصفها. تصريح خطير من رئيس السنغال يعتذر فيه للمغرب ولجلالة الملك بعد قرار الفيفا التاريخي بحرمان السنغال من المشاركة في كأس العالم وسحب اللقب من السنغال لهذا السبب. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي بأن منتخب السنغال أفسد النهائي، اضغط لايك على الفيديو واشترك في القناة واكتب في التعليقات العدالة للمغرب. ما زالت أحداث مباراة المغرب والسنغال مستمرة حتى الآن، ولم يتم انتهاء التحقيقات في هذه المباراة من جانب الكاف والفيفا. فدخل على الخط رئيس السنغال وأدلى بتصريحات للإذاعة السنغالية منذ قليل، وقال إن ما حدث في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية أمام المنتخب المغربي كان صدمة كبيرة لشخصيه، وكان جرحا عميقا في صورة السنغال وفي قيمها وفي تاريخها الرياضي. وأريد أن أبدأ كلمتي بتقديم اعتذار صريح وواضح إلى المملكة المغربية وإلى جلالة الملك محمد السادس وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وإلى الشعب المغربي كله على ما صدر من لاعبي المنتخب السنغالي ومن المدرب في تلك الليلة المؤسفة. وأضاف إن ما وقع لا يمثل أخلاق الشعب السنغالي ولا تاريخه ولا قيمه، على الرغم بتتويج منتخب السنغال باللقب، ولكن أنا حزين بالحزن الشديد بما حدث في هذه المباراة من جمهور السنغال وتعذيب الضرب على الأمن المغربي. كنت أتمنى فوز منتخب السنغال، ولكن بالروح الرياضية، وليس بالضرب، وليس بعدم احترام اللوائح والقوانين، وليس بالانسحابات. صحيح فزنا باللقب، لكن أنا حزين للغاية بما حدث بعد المباراة ومن الجمهور السنغالي تجاه الأمن المغربي ومحاولة لاعبي السنغال والمدرب إفساد المباراة، على الرغم بأن حكم المباراة لم يظلم المنتخب السنغالي. صراحة تابعت كرة إبراهيم دياز، ومن أول إعادة تأكدت بأنها ركلة جزاء، وهناك كان تهور واضح من مدافع المنتخب السنغالي، وهدف السنغال الملغي قرار صحيح من حكم المباراة. فأنا تعجبت للغاية وكنت مندهشا كثيرا بسبب ما حدث في هذه المباراة. كنا نتمنى فوزا بدون مشاكل، كنا نتمنى فوزا بدون تكسير أو بدون خناقات الجمهور السنغالي مع الأمن المغربي الذي مشكور، والذي أفرج اليوم عن 20 مشجعاً سنغالي في أحداث هذه المباراة. ثم عاد ويؤكد مرة أخرى أنني تلقيت ببالغ الحزن خبر وفاة أحد رجال الأمن المغربي بسبب الأحداث المؤسفة التي رافقت نهاية، وأريد أن أقدم تعازي الحارة لعائلته وللدولة المغربية وللشعب المغربي. وأؤكد لكل من هو مغربي سيكون هناك تطبيق أقصى العقوبات على الجمهور السنغالي المتسبب في وفاة فرد الأمن المغربي، بل سيكون دافعاً لنا لاتخاذ قرارات حقيقية وصارمة. ثم قال الرئيس السنغالي: أمام كل هذا أريد أن أعلن اعتذاري الرسمي واعتذار دولة السنغال كلها إلى المملكة المغربية وإلى جلالة الملك محمد السادس وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وإلى الشعب المغربي كله على ما صدر من لاعبي المنتخب السنغالي ومن المدرب في تلك الليلة المؤسفة. وأضاف إن ما وقع لا يمثل أخلاق الشعب السنغالي ولا تاريخه ولا قيمه. ثم أعلن أنه سيتخذ إجراءات رادعة وقاسية بحق كل من ثبت تورطه من لاعبين أو من الجهاز الفني. وأدان وبشدة تصرف المدير الفني للمنتخب السنغالي في إشارته للعنف والاشتباكات من جمهور السنغال على الأمن المغربي أثناء احتساب حكم المباراة ركلة الجزاء، بينما قال رئيس الفيفا إن لجان التحقيق التابعة للفيفا أنهت أعمالها وتوصلت إلى نتائج خطيرة تؤكد أن اللاعب إبراهيم دياز تعرض لضغوب وإجبار مباشر من أجل إهدار ركلة الجزاء في المباراة النهائية أمام المنتخب السنغالي، مقابل عودة المنتخب السنغالي إلى أرض الملعب واستكمال المباراة. وأضاف إن هذا السلوك يمثل جريمة رياضية مكتملة الأركان، أمرا واضحا لكل القوانين واللوائح التي تحكم كرة القدم العالمية. وأكد أن استخدام لاعب شاب بهذه الطريقة ووضعه تحت هذا النوع من الابتزاز غير الأخلاقي أمر لا يمكن قبوله تحت أي ظرف. ثم شدد
شدد رئيس الفيفا على أن كل من تورط في هذا المخطط سواء من داخل الكاف أو من أي جهة أخرى سيتم تقديمه للمحاسبة الصارمة، وقال بوضوح ثبت تورطه سيتم شطبه نهائياً ومنعه من ممارسة أي نشاط كروي، لأن ما حدث ليس خطأ تحكيمياً أو سوء تقدير، بل تلاعب متعمد بنتيجة مباراة نهائية وبصورة كرة القدم أمام العالم. ثم انتقل للحديث عن الجانب الإنساني المأساوي، وقال إن الأحداث العنيفة التي أعقبت المباراة أسفرت عن وفاة أحد رجال الأمن المغربيين، وهو أمر مؤلم ومأساوي لن يمر دون حساب. وأضاف إن التحقيقات أثبتت أن ما حدث من فوضى كان نتيجة مباشرة لسلوك المدرب السنغالي غير المسؤول وتحريضه للاعبين، مؤكداً أن هذا النوع من التصرفات لا مكان له في كرة القدم الحديثة. واختتم كلامه قائلاً: سأطالب من الكاف الإفريقي سحب اللقب من المنتخب السنغالي بسبب ما حدث في هذه المباراة، وبعد التحقيقات كنت أتوقع وأتمنى قبل التحقيقات أن يكون هناك تطبيق للقانون من حكم المباراة. حكم المباراة أخطأ خطأين في هذه المباراة في تطبيق القانون، وليس أخطاء فنية داخل المباراة. الخطأ الأول بالنسبة لحكم المباراة في لوائح لجنة الحكام، وهذا ما يعرفه جيدا أي حكم في العالم. في حالة انسحاب ناد أو منتخب لأكثر من 10 دقائق والتوجه لغرف الملابس، كان يجب على حكم المباراة اعتبار انسحاب منتخب السنغال وإشهار الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 2-0 وفقاً لقوانين الفيفا. أنتظر تطبيق القانون من الحكم، وكان يجب على الحكم احتساب فوز المغرب وتتويج المغرب بالكأس، وهذا خطأ جسيم من حكم المباراة في تطبيق القانون. الخطأ الثاني من حكم المباراة أو من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في المادة 82 في حالة إعمال أي شغب من الجمهور أثناء المباراة والتشويه على صورة المباراة، يجب على الحكم اتخاذ كافة الإجراءات. في نفس الوقت كان يجب أيضاً على الحكم إنهاء المباراة بفوز المنتخب المغربي بسبب ما حدث من جمهور السنغال. هذا خطأ ثاني. تفهموا لماذا يحدث ذلك من المنافسين ضد المغرب. شعرت طول الوقت بأن هناك اتجاه قوي ومحاولات مستمرة من البعض من أجل تشويه صورة المغرب، بينما قال السيد فوزي لقجع رئيس الجمعية المغربية لكرة القدم وأدلى بتصريحات لقناة الكاس القطرية، وقال: بداية قبل أن أتحدث عن مباراة المغرب والسنغال، أنا أطالب الآن باتخاذ كل الإجراءات القانونية بعد وفاة فرد أمن مغربي عثار ضرب متعمد من جمهور السنغال أثناء احتساب الحكم ركلة الجزاء للمنتخب المغربي في هذه المباراة. أطالب بأقصى عقوبة على الجمهور السنغالي وعلى مدرب السنغال.